بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة اخر الشهر طبعا هنعمل ايه؟ اكلة بسيطة كده. هنعمل كرنبيت بس بيبقى طعمه لذيذ وطعمه تحفة وعيالنا بيحبوه. في ناس ما بتحبوش على فكرة. انا كنت الاول بصراحة ما بحبوش ولا باكله، بس لما دقته وعملته كده بقى واتجوزت في اكلات كتير كنا واحنا بنات ما كناش بنحبها، بس لما اتجوزنا اضطرينا ان احنا ايه ناكلها. دي كانت اكله بقى من اللي انا ما كنتش باكلها ولا كنت بحبها، بس لما اتجوزت طبعا وعملتها بقى وكده حبيتها وجربتها ولقيتها حلوه. عندي علي بصراحه مش بياكلوا زيي. يوم ما بعمله بعمل جنبه اي اكلة تانية بيحبها ايه وياكل بقى الاكلة التانية دي مع اي حاجة. وانا طبعا عامله لكم جنبها ايه اكلة جميلة جدا، إيه ملوخية. هنعملها برضو مع بعض دلوقتي. كده بقى بقول لكم ان احنا ايه هنقطع الكرنبيتة بتاعتنا كده ونمسكها ننضفها كده مع بعض. هي كانت كرنبيتة جميلة بصراحة، بس عشان انا كنت حطاها في التلاجة لقيت بقى فيها حتة اللي عاملة من فوق دي بس حتة صغيرة كده. هنضفها معاكم ونشوف بقى هنعملها ازاي بالطريقة الجميلة دي. طبعا انا واخدة دور برد جامد جدا، ادعولي بالشفا. دور البرد مبهدلني خالص، هتلاقوا الصوت متغير. بس بصراحة بقالي يومين واخدة برد جامد، النهاردة زايد عليا قوي. لو اول مرة تشوفي قناتي شرفني ان انت تكوني معايا في عيلتي البسيطة، وتحطي لي اللايك كده والاشتراك وتتفرجي لي لو 3 دقايق وتسمعوا لي الاعلانات يا حبايبي، لان طبعا الاعلانات هي اللي ايه اللي بتربح. فانا عايزاكم تسمعوا لي الاعلانات وتسمعوا لي لو 3 دقايق بس من الفيديو وتحطوا له اللايك، لان لايكاتكم بسيطة جدا على الفيديو. كده بقول لكم بقى ان احنا ايه هنعملها كده ونشيل العروق بتاعتها دي كده، يعني مش هنشيلها خالص، هننضف العرق بس كده من الحتت اللي بتبقى جامدة فيه من الثمرة كده من فوق. وبعدين نعمل بقية الكمية كلها اهيت. ويا ريت ما تبقيش تخلي الحتت كبيرة، علشان الحتة الكبيرة ما بتبقاش طعمة زي الحتة الصغيرة. كده بقى كنت حطيت حلة مية على النار وحطيت عليها معلقة ملح كبيرة، وهسيب الكرنبيت كده ايه يتسلق، بس ما تغيبهوش على النار علشان ما يتهرش منك. لو اتهرى منك مش هتعرفي تحمريه، فانت خليه وسط يعني قدامك كده ايه بالنظر كده ان هو ايه يبقى وسط في السلق، لا طيب قوي ولا جامد قوي، علشان يطلع معاكي نتيجة حلوة. كده بقى كنا خلاص سلقناه وحطيناه يبرد بقى كده وصفناه. دي المكونات بتاعتنا: توم، اي بهارات موجودة عندك، ملح، وخضرة المحشي. هناخدهم بقى كده ايه نخرطهم. ودي بقى ايه 4 معالق دقيق كبار وعليهم معلقة كركم وبيضة. وده التوم بقى بتاعنا بالحاجات بتاعتنا اللي انا وريتها لكم. كنت خدت الحاجات العيدان الخشنة كده من فوق من الخضرة ودقتها كده في الصلاية بتاعتنا بالتوابل والتومة. وهنزل بقى بالخضرة التانية اللي انا ايه كنت مخرطاها بقية الخضرة. بحب احطها كده ايه حية كده عليه، مش مدقوقة، علشان تطلع معاكي لونها جميل كده في التحمير، بتديكي شكل جميل جدا وبتبقى طعمها تحفة. انا واخده البرد يا جماعه مبهدلني جدا، ادعولي بالشفا لان البرد من امبارح مبهدلنا قوي. خلاص بقى كده ايه ضفت المكونات اهيت وحطيت البيضه. وهنزل بقى ايه بكوبايه ميه كده عليهم. طبعا لو عندك نشا حطلك معلقتين بيخليه مقرمش كمان وجميل. هنقلبهم بقى كويس تقليبه حلوه كده في بعض. ضيفي ميه لحد ما تلاقيها معاكي الخلطة المظبوطة اللي تعملي بيها الكرنبيت. طبعا مش بتبقى برضو مية قوي ولا عجينة لابسة، بتبقى برضو في المظبوط وفي الوسط علشان تطلع معاكي تديك النتيجة الحلوة المظبوطة. وطبعا لو انت حابة تحطي اكتر من بيضة، دي النشا اهيت
حطيت معلقة لان الكرنبيطة ما كانتش كبيرة. لو انت حابة تحطي اكتر حطي، ولو حابة تحطي بيض اكتر حطي. بس طبعا البيضة بتغني عادي، بدل 2 وبدل 3. حلوة، بتدي نتيجة حلوة جدا وحلوة كويسة. كده بقى ايه، قلبي بقى كده كل المكونات في بعضها، وظبطي الملح بتاعها. وفي ناس بتحط له طماطم كمان، لو انت عايزه تحط شويه عصير طماطم بيدي برضو لون جميل، وبيخليهولك لونه مع صفار الكركم. وبكتر الكركم شويه لان دول كان اخر حبه كركم عندي بصراحه، كانوا هما اللي فاضلين عندي على ما ابعت اشتري. فلو انت بقى حابه تحط له كمان عصير طماطم، كنت مره عملته بعصير الطماطم كمان مع الخلطه دي، كانت طالعه الكرنبيطه جميله قوي بصراحه. بس ما كنت صورت، لان انا كنت مصوره ده بقى خلاص، قلت خلاص إيه كفايه مره، لان احنا نعتبر برضو كل اسبوع بنجيبه، بس مش هعمله لكم بقى كل مره. كده بقى ايه، نزلت الخلطه اهيت، ومش بعوز ايدي خالص، انا بنزل بالمعلقه وبشيل برضو بالمعلقه علشان ايه ايديا تفضل نضيفة. كده بقى كنت حطيت كمية زيت كده ايه في القلاية بتاعتنا، وهنزل بالمعلقة كده، بس بقي صفي الخلطة من على الكرنبيطة كده بالمعلقة، كأنك بتطلعها من الزيت علشان ما تشيلش خلطة كتير وتبوظلك الزيت. أكلة جميلة على فكرة، وسريعة وسهلة جدا، ما بتاخدش وقت، وما تخافيش منها خالص. لو انت مش بتعرفي تعمليها للبنات الحلوين اللي لسه جداد، هتتعلميها في ثواني لانها سهلة جدا. واعملي وجربي وما تخافيش، اعملي جربي كل حاجة وما تخافيش، علشان تبقي شاطرة وتعملي كل حاجة في بيتك. لو اتجوزتي يا بنوتة يا عسل انتي تسد كده في اي بيت تخشيه. كلنا ما كناش بنعرف نعمل حاجة، والله العظيم كلنا كنا زيكم كده، ما بنعرفش نعمل حاجة بس اتعلمنا. وفي حد مولود كده عارف كل حاجة ومتعلم كل حاجة؟ لازم ان انت كمان تعملي وتجربي وتعملي علشان وتجمدي قلبك كده علشان تعملي الحاجة تطلع معاكي حلوة. وزي ما قلت لكم لو حتى باظت ما تخافيش، اعملي تاني. شوفي بقى الكرنبيط ما تبقيش تضيريه كده ولا تقلبيه الا ما ياخد اللون ده من تحت علشان الخلطة تثبت عليه. لان طبعا انا بعلم عائشة، فكنت سبت لها دور منهم ان هي تعمله، فسرعت فيه. كنت انا ساعتها بعجن عيش، وقلت لها روحي يا عائشة اعملي الدور اللي فاضل. فهي اتسرعت بقى عملته صح وكل حاجة لان انا بوريها، بس اتسرعت بقى في القلبان ده. رحت لقيت بقى طبقة الكفر بتاع البيض والخلطة ديت سايب وفاصل حتة الكرنبيط. انما انت لو سبتيه زي ما انا سبته كده، وخلي عينك معاه علشان ما يتحرقش منك، واعمليه بالطريقة دي هيطلع معاكي جميل جدا وناشف ومقرمش كده. طبعا انا عندي اولادي بيحبوه بالعيش مش بيحبوه بالرز، بس انا بعمل جنبه كمان شوية رز علشان ايه، انا بحب بالرز انا وابو علي، بس اولادي بيحبوا ياكلوا بالعيش. وده بقى كان الطبق بتاعنا، طبق جميل ولذيذ جدا وبسيط، مش هيكلفك حاجة، هي الكرنبيطة والبيضة وبقية الطلبات عندك في البيت. هاتي الحاجات دي واكلي اولادك، احنا في الشتاء والولاد عايزين حاجة تقوي مناعتهم. ما تفكروش ان اللحمة والسمك بس هو اللي بيقوي المناعة يا حبايبي، الخضار ده طبعا بيقوي المناعة جدا جدا جدا. عودي اولادك على اكل كل الخضروات والبقوليات علشان ياخدوا مناعة كده معاكي، وما يبقوش ضعفاء كده، اي حاجة تتعب تمسك فيهم وتبهدلهم. يلا بينا بقى نعمل ايه، شوية الملوخية، طبقين ملوخية كده جنب الاكل، علشان ايه، ما بنعرفش نعمل الكرنبيت لوحده، يا بنعمل جنبه فول كده عشان زي ما قلت لكم الولاد بيغمسوه بالعيش، يا بنعمل جنبه ملوخية، اي حاجة تانية كده جنب منه علشان اللي يحب ياكل ده ياكل واللي يحب ده ياكل. كان عندي بقى شوية ملوخية ناشفين كده ايه في التلاجة، خدتهم وقلت اعمل بهم طبقين ملوخية. حطيت الشوربة طبعا على النار، ودقيت التومة، دي طريقتي في الملوخية، دقيت التومة
وحطيتها، وجبت طمطومه كده حلوه خرطتها زي السلطه ودعكتها بالتوابل بتاعتنا كده والبهارات، لان طبعا انا بعملها بالطشه بتتعب جوزي، فما عدتش بعملها بالطشه خالص. انا بدق التوم واحطه في الشوربه وهي كده بتغلي، وانزل بقى ايه بالطمطومه كده تطيب عليها بالتوابل كده، بتبقى ريحتها وطعمها تحفه. ولو انت معدتك تعبانه ولا عندك حرقان معده ولا كده، ما بتتعبش خالص، وجربها بطريقتي ومش هتندمي. كنت الاول بعملها كده وبحط لها كمان طشه بكزبره وكده، بس بصراحه بتعمل لنا حرقان في المعده وبتتعبنا، وانا جوزي زي ما قلت لكم معدته تعبانه، ما بحبش ان انا بحب احافظ يعني ان انا اعمل في الاكل علشان الحاجه اللي تريحه. كده بقى كنت جبت طبق الملوخيه كده ونزلت فيه في الشوربه، وخلاص بقى تقلبتين كده واقفلي. طبعا انا مش عايزاكم تغلوها علشان لما بتغليها بتسقط منك، بس انا بصراحه كانت غلبتني وغلت بس غلوان بسيط، بس طفيت عليها على طول. وفي حاجه كمان، لما تعملي الملوخيه ما تبقيش تغطيها، يعني حاولي ان انت تعمليها قدام الاكل على طول وانت رايحين تاكلوا، علشان ما تغطيهاش، لان الملوخيه لما بتغطيها بتسقط منك في الحله وبتبوظ. وطبعا كنت عامله كمان طعميه اهيت جنبها، كان عندي حته طعميه كده في الفريزر طلعتها عشان علي، لان هو مش بيحب الكرنبيت. وده كان الفيديو بتاعنا، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.